ميدان الحرب في ليبيا يسقط قناع البوليساريو من جديد ويكشف وجها قبيحا لمرتزقة يلهثون وراء المال، وإن كانت الغاية سفك دماء الأبرياء. الموقع الإلكتروني جوتريبون.com ينقل عن مصدر بالمجلس الانتقالي الليبي قوله إن نحو 556 مرتزقا من البوليساريو استقدموا لدعم كتائب القذافي تم اعتقالهم من طرف الثوار. المصدر نفسه يضيف أن العديد من هؤلاء المرتزقة تم إلقاء القبض عليهم في مدينة الزاوية وبالمجمع العسكري لباب العزيزية بطرابلس، موضحا أن المجلس طلب نقلهم إلى بنغازي في انتظار إلقاء القبض على باقي عناصر البوليساريو الموجودين في ليبيا. جوتريبون.com تؤكد أن قرار المجلس تم اتخاذه عقب الهجوم الذي وقع يوم 22 غشت من قبل الثوار على سفارة الجزائر بطرابلس. وأوضح المصدر ذاته أن المقاتلين المناوئين للقذافي قد يكونوا عثروا بمبنى السفارة الجزائرية على وثائق تثبت بشكل خاص تورط الجزائر وتكشف عن دعمها القوي للعقيد القذافي. الموقع الإلكتروني يمضي في تحليله مسترسلا ويؤكد أن الملفات أكدت ما كان معروفا، وهو الدعم العسكري واللوجستي الجزائري للقذافي، علاوة على تواجد المئات من مرتزقة البوليساريو فوق التراب الليبي. وأوضحت جوتريبون.com أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي أعطى تعليمات لمواصلة البحث عن باقي المرتزقة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. المغرب شريك لنا في جامعة الدول العربية في المغرب العربي الكبير، تكون معنا عودتها إلى الاتحاد الأفريقي، سيكون عودتنا معها جميعا، وطرد شردمة البوليساريو كذلك من الاتحاد الأفريقي، وتكون المغرب معنا ندخلها سويا إن شاء الله. وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن تواجد مرتزقة البوليساريو إلى جانب قوات القذافي أدى منذ بداية التمرد إلى توتر قوي في علاقات المجلس الوطني الانتقالي والجزائر، حيث اتهم المجلس المسؤولين الجزائريين بدعم الدكتاتور الليبي من خلال إرسال مرتزقة صحراويين من البوليساريو. وكما جاء في التقرير فتواجد مرتزقة البوليساريو إلى جانب قوات القذافي أدى إلى توتر في علاقات المجلس الوطني الانتقالي الليبي والجزائر. واليوم المتحدث العسكري باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي أحمد رباني خرج ليرد على اتهامات الجزائر للثوار الليبيين بالتستر على أعضاء من القاعدة وليؤكد دور الجزائر والمرتزقة في دعم القذافي. نستمع للتصريح. ابتدأت الجزائر معنا بحرب أو بمساندة، بالأحرى بمساندة الطاغية في حربه ضد الشعب الليبي بامداده بالمرتزقة، فتح حدودها معبر للمرتزقة والسلاح، شحنات السلاح، تهريب السلاح وما إلى ذلك. والآن هي تتهم ليبيا والشعب الليبي بإيواء تنظيمات مثل تنظيم القاعدة، وهذا يؤكد على أن الجزائر نعم تدبر شيئا ما في الخفاء لثورة ليبيا وثوارها.